السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين القناة. اليوم حاب أتكلم عن شيء جدا مختلف، وأتوقع إنه راح يغير من تفكيرك أو خيالك بالنسبة للحياة الطبيعية أو الحياة البحرية أو الحياة البرية بشكل عام في هذا الكوكب. طبعا من ناحية تصوير المقاطع بشكل محترف وجدا جدا جدا خيالي. ولو ما شفتها بعينك آه، لو ما شفتها بعينك ما راح تصدق ان هذا الشيء موجود في هذا الكوكب. اتوقع انك راح تشوف هذا الشيء بالنسبة للمقاطع اللي موجودة، روابطها في وصف هذا الفيديو. بشكل عام كنت داخل على اتفرج على مقطع في قناة ناشونال جيوغرافيك، وشدتني مقطع انجليزي او الكلام بالانجليزي. الصورة شدتني وحبيت اني ادخل. قلت لعله وعسى انه كان مترجم، وطلع مترجم. وما توقعت هذا الشيء. طبعا المقاطع تقريبا 6 مقاطع، 6 أو 5 مقاطع راح تكون موجودة في وصف الفيديو على قناة نتفليكس في اليوتيوب. طبعا ما أدري أنا هذا الشيء اللي أعرضه هل هو مخالف أو مو مخالف، والله ما أعرف. لكن بعرض لكم الفيديوهات بشكل سريع. طبعا الفيديو الأول هذا إعلانه. الفيديو الثاني هذا عنوانه، عفوا هذا عنوانه. الفيديو الثالث هذا العنوان. الفيديو الرابع هذا العنوان. الفيديو الخامس هذا العنوان. الفيديو السادس هذا عنوان. هذا سابع، 7، تقريبا 7 مقاطع. تقريبا 7 مقاطع راح تلقاها في وصف القناة. المصور أو المتحدث اللي يتحدث في الفيديو يتكلم عن مشكلة في هذا العالم. يمكن نكون إحنا أو سبب المشكلة، أو المجتمع بشكل عام سبب في هذه المشكلة بقصد أو بغير قصد. لكن أنت شوف المقاطع هذه واحكم بنفسك. وأتمنى بعد ما تشاهد المقاطع كلها ترجع تدخل على المقطع وتكتب لي في الرد كيف كان رأيك في هذه المقاطع. وإن شاء الله إني ما طولت عليكم. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، ولا تنسى الاشتراك. مع السلامة.